السلام عليكم. عمرك فكرت جسمك ده شغال ازاي؟ جسم الإنسان ده عامل زي كتاب كبير مليان أسرار وخبايا، وأغلبنا مش عارف منها غير الصفحات اللي في الأول وبس. تخيل معايا جسمنا أو الكيان العجيب اللي احنا عايشين بيه كل يوم، بنمشي ونتنفس ونفكر، لكن هل احنا فعلا فاهمين هو بيشتغل ازاي؟ هل نعرف ايه اللي بيحصل جوانا واحنا نايمين مثلا أو بنتحرك؟ أو حتى الحاجات اللي بتحصل بدون ما ناخد بالنا منها؟ في حلقتنا النهاردة دكتور مصطفى محمود هياخدنا معاه في رحلة غير عادية، رحلة عميقة جوه أسرار جسم الإنسان. هنتكلم عن حاجات ممكن تكون سمعتها قبل كده بس ما فهمتهاش، وأسرار تانية عمرك ما تخيلت إنها موجودة أساساً. دكتور مصطفى محمود هيشرح لنا كل حاجة بمنتهى البساطة، هيفتح لنا كتاب الجسم البشري صفحة صفحة، ويفسر لنا الظواهر دي، ويكشف لنا الحاجات اللي دايما كانت مخفية عننا. استعدوا لجولة مدهشة مليانة مفاجآت وأسئلة عمرنا ما سألناها لنفسنا. دي حلقة مش بس هتخلينا نفهم جسمنا أكتر، لكن كمان هتخلينا نشوف نفسنا بطريقة جديدة تماما. بس سريعا كده يا أصدقائي، وقبل ما نبدأ خليني أقول لكم أنا مين. أنا رحاب محمد، ولو أنتم مهتمين بمحتوى القصص الدينية والإعجاز العلمي والأحداث التاريخية أو ما شابه، يبقى أنتوا في المكان المناسب. فما تنسوش لايك واشتراك في القناة، وشاركوا الفيديو بقى لأصحابكم، ويلا بينا بسرعة كده نبدأ حلقتنا النهاردة. بيبدأ دكتور مصطفى محمود كلامه بيقول لنا إن في وظائف في الجسم لو حاول الإنسان يتدخل فيها بإرادته هيفسدها. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا لو حاولت تخطط للنوم مش هتنام، ولو تدخلت في تنفسك هيفشل، ولو فكرت في هضمك بيرتبك جهازك الهضمي ومش هتهضم، ولو فكرت في توازنك وانت بتتمرجح على حبل مثلا هتقع. لأن دي كلها وظائف ربنا برمجها في الخلايا وجعلها آلية، يعني بتحصل من نفسها من غير تدخل. يعني وظائف الإنسان اتولد بيها متبرمجة جواه. لكن في نوع من الأنشطة الأخرى مش بنتولد بيها، لكن بنتعلمها وبنتدرب عليها، وبعد كده بتتبرمج وبتتحفظ في الخلايا، وتبقى فيما بعد أنشطة تلقائية بمجرد استدعائها فوراً بتحصل من غير تفكير. طب إزاي ده بيتم؟ مثلاً حركة تلقائية زي المشي، كل حاجة بتحصل فيها لازم تطلع على شكل إشعارات للمخ، لازم يوصل للمخ أول بأول إشعارات من كل منافذ الحس، من العين، من جهاز التوازن، من العضلات، من المفاصل، من الجلد، وهكذا. التعليمات بتنزل لجميع العضلات المختصة بالمشي، وتبتدي تتسجل في مراكز تخزين المعلومات في المخ، ويبتدي المخ يكتب الغلط ويكتب تصليحاته وإزاي حصل، ويبتدي يسجل ويبرمج مرة واتنين وتلاتة وأربعة لحد لما خلاص أشرطة التسجيل تتملي، وخلاص بعد كده الموضوع بقى سهل، وبمجرد استدعاء المخ لنشاط المشي بيحصل فوراً. طيب إزاي ده بيتم برضو يا دكتور مصطفى محمود؟ دكتور مصطفى محمود شرح لنا الموضوع بتوسع أكتر، وقال لنا إن دي عملية عجيبة، وإن فيه 45 مليون وصلة عصبية جوه الجسم، والعملية دي عشان تحصل بتحتاج لإشعار يطلع من جميع منافذ الحس، وبعدين كابلات تنزل من المخ فيها تعليمات لكل العضلات المختصة، وبعدين تروح مراكز تجميع المعلومات، ومنها تروح على مراكز ربط المعلومات، وبعدين تروح على مراكز تحليل. يعني بمعنى أصح كده أنت كبني آدم أشبه بسنترال. تخيل كده أن أنت عندك 54 مليون وصلة عصبية في جسمك. طبعا ده مش شيء هين، ده شيء رهيب. دكتور مصطفى محمود شبه الإنسان بالكون، وقال إن الإنسان ده كون لوحده. يعني مثلا لو هنيجي نتكلم عن العين الواحدة فيها 1,500,000 كاميرا تلفزيونية مجسمة، كل كاميرا حجمها 1/1000 من الملي. هو هنا كان بيتكلم عن الكاميرا اللي بتشتغل بالألوان طبعا.
نرجع تاني، التقسيم 1/1000 من الملي ده يعني العين الواحدة فيها معدات أكتر من كل المعدات اللي موجودة في جميع الاستوديوهات التلفزيونية اللي في العالم كله. مش بس كده، ده أضعاف مضاعفة كمان في التجهيزات والمعدات، وفيها أجهزة لضبط النور والظل والإضاءة واللون والتقسيم، ولسه إلى الآن العلوم بتاعتنا ما وصلتش ليها. تخيل عين واحدة فيها أكتر من مجموع الماكينات اللي في جميع استوديوهات العالم ده كله، وأضعاف مضاعفة كمان، وفيها معدات إحنا ما نعرفهاش. ده كل ده إحنا بنتكلم عن عين واحدة بس. طب انت لسه كده الإنسان كمان عنده عين تانية، وعنده أذن، وعنده لسان بيتذوق، وأنف بيشم، وجلد بيحس، وغير كده كمان في العقل والضمير والوجدان والنفس والروح. كل ده داخل بعضه ومتناغم في حالة هارموني جميل ومنظم ومنضبط انضباط عجيب. مش حاجة مثلا ضد حاجة، لأ، كون غريب متناغم اسمه أنا، اسمه الإنسان. ركزوا بقى كويس معايا في النقطة اللي جاية دي، لأن مفيش حد اتكلم فيها غير دكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود بيقول لنا إن فوق كل اللي فات ده في مستوى أعلى من كده، بيكون في الجانب الواعي اللي بيفكر ويخطط، وسماه الجانب الإشراقي من البني آدم. الجانب الإشراقي من جهازنا العصبي هو اللي بيستلهم ويستوحي منه الفنان والكاتب والمخترع. وعلى أعلى ذروة من المعراج ده أو من الجانب الإشراقي ده هنجد الأنبياء. وقال لنا إن الأنبياء اللي بتتجلى فيهم أعلى المؤهلات والقدرات. النبي بيبقى مؤهل إن هو يسمع من الغيب ويكلم الملائكة ويستمع إلى ربه سبحانه وتعالى، وبيعدي للعالم الآخر وبيسمع الحاجات اللي احنا كبشر عاديين ما نقدرش نسمعها. وده بيكون أعلى مستوى في الجسم البشري أو في الإنسان عموما. وكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. يعني كانت حلقة كده خفيفة وعلى الماشي، وعرفنا منها معلومات واكتشفنا فيها جانب تاني خالص من جسم الإنسان، حاجات كنا بنعيش بيها كل يوم ومش واخدين بالنا من عظمتها وغرابتها. عارفين إن جسمنا مليان أسرار، وإن كل يوم بيعدي بيخلينا نفهمه أكتر، بس في حاجات لسه هتفضل غامضة ومستنية إنها تكتشف. كل تفصيلة من اللي سمعناها النهاردة خلتنا نشوف نفسنا من منظور مختلف، ونفكر قد إيه الجسم ده أعظم وأعقد مما كنا نتخيل. فلو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش تشاركوا التجربة دي مع أصحابكم، لأن العلم ده لازم يوصل لكل حد عايز يعرف أكتر عن نفسه وعن جسمه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة ورحلة جديدة مع دكتور مصطفى محمود. لسه في كتير من الأسرار مستنيين إننا نكتشفها مع بعض. شكرا ليكم وأشوفكم قريب إن شاء الله. انتظروني.